السلام عليكم يا شباب، يلا بينا نحل باذن الله امتحان الحصه الاولى كيمياء. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. الراجل هنا بيقول لك ان هو عنصر انتقالي يستخدم في زياده الضوء في ملاعب كره القدم. يكون صفاته ايه؟ انت كان عندك من العشر عناصر اللي انت خدتهم كان عندك عنصر السكنديوم. كان من ضمن استخداماته ان هو ينتج ضوء عالي الكفاءه لما اضيفه على الزئبق. يعني انت خدت ان السكنديوم لما اضيفه على الزئبق بيدي ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس، لذلك ان الممثلين بيستخدموه مثلا في التصوير الليلي. صح. صح. طيب، السكندي انا كده عرفت ان العنصر ده السكنديا. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب، من صفات السكنديا ايه بقى؟ عنصر خامل؟ والله ابدا. اكبر عناصر انتقاليه كثافه؟ والله ما حصل، ده بالعكس، ده صغير جدا وموزع على نطاق واسع من القشرة الأرضية. طيب، قال لك إن هو نادر الوجود في القشرة الأرضية، لسه قايل لك إن هو صغير جدا. تمام. وحاجته أو متوزع على نطاق واسع من القشرة الأرضية وكميته صغيرة. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى الإجابة جيم. طيب، عينتان متساويتان في الإيه؟ في الكتلة. الأولى من الصلب والتانية من التيتانيوم. وانت عارف ان تيتانيوم اقل كثافة من الصلب، صح كده؟ يعني التيتانيوم، خلينا نمسح بس الكلام ده الاول. عندك ان قالك ان التيتانيوم اقل كثافة من ايه؟ اقل كثافة من الصلب. صح. صح. ادي يا باشا، فين ها؟ ادي التيتانيوم. صح. اقل كثافة من الصلب. وانت كان عندك القانون بيقول لك ان انت لو عايز تجيب الحجم، صح، بيساوي ايه؟ بيساوي الكتلة على الكثافة. الكتلة على الكثافة. يعني العلاقة ما بين الكثافة والحجم علاقة عكسية. لو زودت الحجم هتقلل الكثافة، لو زودت الكثافة هتقلل الحجم. صح كده يا معلم؟ صح. طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فنرجع نقرأ السؤال تاني. عينتان متساويتان في الكتلة من الصلب والتانية الأولى من الصلب والتانية من التيتانيوم. ايه العبارات الآتية صحيحة؟ طيب، عايزين احنا كده عرفنا ان التيتانيوم أقل كثافة، فلو هو حجمه كبير يبقى كثافته قليلة. العينة التانية أكبر حجما من الأولى. تعال نشوف الباقي. العينة التانية أكبر حجما من الأولى، أيوه. ليه؟ لأن هو التيتانيوم أقل كثافة فبالتالي أكبر حجم. صح. فتبقى الإجابة ألف. العينة الأولى أقل كثافة؟ لأ، أنت عارف إن التيتانيوم أقل كثافة. العينة التانية أقل حجما؟ لأ، لأن العلاقة ما بين الحجم والكثافة علاقة إيه؟ عكسية. لما صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله، لو هي كثافتها قليلة يبقى حجمها كبير. صح. فبالتالي إن التيتانيوم أصلا كثافته قليلة فيبقى حجمه كبير. طيب، فالتانية ما تنفعش. العينة التانية أقل حجما؟ لأ، ده أقل كثافة. العينة التانية أكثر صلابة. إيه اللي جايب القلعة جنب البحر؟ فملهاش علاقة. طيب، صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فتبقى الإجابة بتاع السؤال الأول جيم والسؤال التاني ألف. طيب، خلينا نكمل الباقي. صليت بينا على النبي. بعد كده بيقول لك كل المركبات الآتية عوامل مؤكسدة ما عدا. عوامل مؤكسدة ما عدا، يعني ايه الكلام ده كله؟ مش انا قلت لك في السنتر ان احنا بنجيب العنصر نعمل له أكسدة؟ قلت لي اه. صح. صح. فاحنا دلوقتي هنشوف ايه العناصر اللي حصل لهم أكسدة. خلينا نبدأ بالعنصر ده. مش انا جبت الكروم وعملت له أكسدة؟ ايوه. وهنا جبت المنجنيز وعملت له أكسدة؟ ايوه. وهنا برضو المنجنيز. ايوه. ايه المختلف عندك؟ ان ده اصلا غاز يا باشا مش اكسده. صح، ده غاز اول اكسيد الكربون، ده مش اكسده. صليت بنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فتبقى الاجابه الف. طيب، ما التركيب الالكتروني لعنصر يقع في السلسله الانتقاليه 2B؟ 2B دي اللي هي ال 12. مش انت كان عندك 1B دي اللي هي ال 11؟ طيب، 2B دي اللي هي ايه؟ ال 12. طيب، وال 12 دي مش انا قلت لك ان هي 2 زائد 10؟ صح. فاحنا لغينا ال10 بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها 2B. طيب، دلوقتي انا عايز اعرف لما هي 2 زائد 10، صح، يبقى الاس شايله كام والدي شايله كام؟ الاس شايله 2 والدي شايله 10. طب دور عليها في الاختيارات تلاقي الاختيار الف. الاس شايله 1؟ لا. الاس شايله 2؟ ماشي. الدي شايله كام؟ 10، تبقى لا. طيب، الدي شايله كام؟ 9، برضو لا، تبقى الاجابه الف. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام.
طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك عنصران E و B يقعان في نفس المجموعة، خلي بالك من نفس المجموعة دي. وكان العنصر B يزداد في العدد الذري عن E، يعني العنصر B عدده الذري أكبر من E، صليت بنا على النبي، بمقدار كام؟ 18. يعني B أكبر من E بمقدار 18. طب حضرتك لو جيت مسكت الجدول الدوري بتاعك هتلاقي إن عنصر الخرسين أكبر من العنصر اللي تحته. لو الخرسين عدد الذري 30، فالعنصر اللي تحته اللي هو الكادميوم عدده الذري كام؟ 48. فالفرق ما بينهم 18. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب احنا عارفين ان السلسلة الانتقالية الأولى ده تبع السلسلة الانتقالية الأولى، صح؟ السلسلة الانتقالية الأولى بتقع في الدورة الكام؟ بتقع في الدورة الرابعة. يبقى السلسلة الانتقالية التانية تقع في الدورة الكام؟ الدورة الخامسة، صح؟ صح طبعا. فتعالى ندور على ده في الاختيارات. يبقى الخرسين في الدورة الرابعة، بي في الدورة الخامسة، وإي في الدورة الرابعة. فتبقى الإجابة ألف. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت إي في الدورة الرابعة وبي في الدورة الخامسة، لأن بي أكبر من إي بكام؟ ب18 في العدد الذري. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بعد كده طيب بعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من خصائص الفلز ام ان كثافته اقل من الصلب. طب انا ما انا عرفت ان اي حاجه كثافتها اقل من الصلب ده اللي هو التيتانيوم. العنصر اللي هو كثافته اقل من الصلب ده اللي هو ايه؟ التيتانيوم. طبعا بيتميز بالصلابه رغم خفته، ودرجه انصهاره اكبر من درجه انصهار الحديد. طيب اي مما يلي يعبر عن استخدامات MO2. MO2 يبقى ده المركب بتاعه، يبقى ثاني اكسيد التيتانيوم، صح؟ صح. فده كده المركب بتاعه. من استخدامات المركب بتاعه ان هو كان بيحافظ على، او كان بيستخدم ضد الحماية من الشمس، او يستخدم للحماية من الشمس. كان بيدخل في مستحضرات التجميل، لذلك ان هو بيستخدم في مستحضرات الحماية من الشمس. يستخدم في ايه؟ مستحضرات الحماية من الشمس. فتبقى الإجابة به. صليت بقى على النبي. صناعة الدهانات والمطاط دي لا. عمل مكسب في العمود الجاف ده لا. أصباغ السيراميك لا. لما جبت التيتانيوم رحت عامل له اكسده، اعطاني مركب. ده المركب اللي هو عطاهوني. طيب المركب ده استخداماته ان انا كنت بستخدمه علشان ده زي الصن بلوك اللي البنات بتحطه وهي طالعه لو هتتعرض لشمس طول اليوم مثلا. صليت بنا على النبي. فده استخداماته. طيب اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طيب سؤال 7 بيقول لك تستخدم عملية فيشر تروبش في تصنيع ايه بقى؟ فيشر تروبش ده. طيب فيشر تروبش ده يا معلم بيقول لك ان هو بيستخدم في تحويل الغاز المائي لوقود سائل. يعني إيه؟ لازم تعرف الفرق الاول ما بين الوقود المخلق والبنزين. ده حاجه، ده حماده وده حماده تاني. صليت بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيشر تروبش دي اصلا كانت من ضمن الاستخدامات الايه، استخدامات الحديد. استخدم الحديد كعامل حفاز. كعامل حفاز كان عندي حاجتين: صناعه غاز النشادر بطريقه هابر بوش، وتحويل الغاز المائي لوقود سائل، ده اللي هو البترول المخلق. تبقى الإجابة ألف. طب إيه الفرق بين البنزين والوقود المخلق؟ الوقود المخلق ده أنا بصنعه كيميائيا، إنما البنزين ده طالع نفط من بطن الأرض. لكن الوقود المخلق ده مصنع، أنا اللي بصنعه. أتمنى تكون المعلومة وصلت. إنما البنزين ده طالع من الأرض كده طازة زي ما بيقولوا. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال 8 بيقول لك أي مما يأتي يمكن يستخدم في تنقية المياه. ستوب هنا يا معلم. ايه اللي كان بيستخدم في تنقية المياه؟ مش انت كان عندك كبريتات النحاس الثنائي كان بيستخدم كمبيد للفطريات في عملية تنقية مياه الشرب؟ كبريتات النحاس، ايوه، اللي هي CuSO4. ادي كده اول واحد، صح. طيب مين اللي كان بيستخدم في التعقيم؟ يعني ايه تعقيم اصلا؟ قالك ان هو مثلا بيعقم المواد الغذائية من اي فيروس او ميكروب داخلها. يعني هو بيستخدم ككفر.
زي ايه، زي كفر الموبايل مثلا، جراب الموبايل بيحمي الجراب او بيحمي التليفون من الصدمات، كذلك التعقيم ده فهو بيعقم اي حاجة علشان يخليها خالية من الفيروسات. يبقى تاني حاجة ده كان الكوبالت 60، صح؟ صح. طيب مين اللي كان بيستخدم في عمليات التطهير؟ قالك اللي كان بيستخدم في عمليات التطهير ده اللي هو برمنجانات الايه، برمنجانات البوتاسيوم. برمنجانات البوتاسيوم كان بيستخدم كعامل مؤكسد وكمادة مطهرة اللي هي كي ام ان او 4، كي ام ان او 4. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تدور معايا في الاختيارات على اول واحد سي يو اس او 4، نستبعد ده ونستبعد ده. تمام. بعد كده الكوبالت 60، فالاجابه هتبقى ب. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الكوبالت 60 بيستخدم ان هو بيعمل تنقيه، او مش تنقية، بيعقم اي حاجة من الفيروسات او من اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، من الميكروبات. لذلك ان انا مثلا الكيس الشيبس اللي حضرتك بتشتريه ده اللي بيخليه مش داخله فيروس او ميكروب علشان هو معقم بالكوبالت 60. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك بعد كده سؤال 9. أي مما يلي صحيح عن عنصري الكوبالت والنيكل؟ أنا بس حابب أفكرك إن الحديد والكوبالت والنيكل كانوا في مجموعة واحدة. كانوا في مجموعة واحدة ليه؟ علشان ليهم نفس الخواص، صح؟ طالما ليهم نفس الخواص يبقى ليهم بيشتغلوا كأنهم بيشتغلوا نفس الشغلانة. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الكوبالت والنيكل استخدم في كل منهما في صناعة البطاريات. أيوة في صناعة البطاريات. يعني انت مثلا عندك الكوبالت كان بيستخدم في صناعة البطاريات الجافة في السيارات الحديثة، صح؟ فدي صح. طيب والنيكل كان بيستخدم في صناعة بطاريات النيكل كادميوم. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم فصح. طيب يستخدم كل منهما في مجال الصناعات الغذائية. ايوه يا ابني، ما هم التلاتة ليهم نفس الايه، التلاتة في نفس المجموعة، فالتلاتة ليهم نفس الخواص، فيعتبر اصلا من غير ما تحل السؤال ان الاجابة هتبقى جميع ما سبق. صح صح. ليه؟ لان انت يمكن تحويل كل منهما المغناطيس. انا قلت لك ان الحديد والكوبالت والنيكل في مجموعة واحدة، صح؟ فطالما حولت الحديد والكوبالت الاتنين قابلين للتمغنط يبقى النيكل معاهم قابل للتمغنط، فتبقى الاجابة د. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. سؤال 10. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك النسبة بين كثافة التيتانيوم لكثافة الصلب. مش انت واخد يا ابني ان التيتانيوم كثافته اقل من كثافة الصلب؟ مش انا لسه قايل لك الكلام ده؟ فبالتالي هتبقى ايه؟ اقل من الواحد الصحيح. اكبر من الواحد الصحيح ده لا. تساوي الواحد الصحيح لا. تساوي 2.7 لا. فطبيعي ان التيتانيوم كثافته اقل من كثافة الصلب، فالنسبة ما بينهم التيتانيوم هتبقى اقل من واحد الصحيح، صح؟ صح. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك سؤال 11. النسبة بين النسبة المئوية الوزنية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى في القشرة الأرضية. عناصر السلسلة الانتقالية نسبتها أقل من 7%. هل أختار 7؟ لأ. بيقول لك أقل من 7. 5 و1 لأ. اللي أقل من 7 مباشرة مين؟ 6 و3. انت ما بتخترعش يعني. انت هو بيقول لك اقل من 7 ما تروحش تختار له 7. انت فاهم قصدي؟ فلا، ما تبقى الاجابه جيم. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب المجموعة نقط في الجدول الدوري تحتوي على أكتر من 4 عناصر انتقالية، وانت مغمض اختار المجموعة التامنة. ليه يا معلم؟ عشان التامنة فيها 3 أعمدة يا معلم. فيها 3 أعمدة اللي هم بيقال عنهم ان هم المجموعة الكام؟ المجموعة التامنة، اللي هو الحديد والكوبالت والايه والنيكل. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فدي كده انت عندك عمود التاني التالت، فكل ده اكتر من 4 عناصر. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فتبقى الإجابة ب. طيب. سؤال 13. بيقول لك تتشابه نظائر الكوبالت في. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الكوبالت أصلا عدده الذري كام؟ 27. فقال لك مش عايزة تيجي ليه، اكتبها برضو. فقال لك إن عدده الذري
هو عدد الايه، البروتونات، لكن بيختلف في عدد النيوترونات. عدد النيوترونات لوحده، ولكن العدد الذري هو عدد البروتونات. فتبقى الإجابة د، ألف وجيم صحيحتان. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل من العناصر الآتية يمكن تحديد رقم مجموعته بالجدول الدوري من مجموع أعداد الإلكترونات الإس والإيه والدي عند توزيعه الإلكتروني ما عدا. يعني إيه الكلام ده؟ أنت لو جيت فصصت السؤال قلت لك إن إحنا بنجيب رقم المجموعة من مجمع الإس والدي. يعني لو الإس شايلة 2 والدي شايلة 2 يبقى المجموعة الرابعة، صح كده؟ صح. قال لك بقى ان الحديد والكوبالت والنيكل كلهم يا باشا في مجموعة واحدة، كلهم بياخدوا رقم المجموعة. فانا مش هقدر احدد الحديد ولا الكوبالت ولا النيكل من رقم من الاس والدي. ليه؟ لانهم كلهم مجموعة واحدة. فتبقى الاجابة النيكل. يعني انا لو جيت وزعت مثلا الحديد 26 4 هتبقى 4 اس كام؟ 4 اس 2. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. و 3 دي و3 دي 6. طيب 2 زائد 6 8، هو في المجموعة التامنة. طب لو جيت وزعت الكوبالت 27 تبقى 4 اس 2 و 3 دي كام؟ 3 دي 7. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو 3 دي 7، 2 زائد 7 9، هل هو في المجموعة التاسعة؟ لا، هو في المجموعة التامنة. فقال لك ان الحديد والكوبالت والنيكل ما بقدرش احددهم من خلال ايه يا معلم؟ من خلال رقم المجموعة. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 15 ده فيه غلطة مطبعية، فانت هتاخد درجته بإذن الله. طيب سؤال 16. يتم تحويل الزيوت إلى دهون عن طريق. أنا كده لما عايز أحول الزيت لدهون بعمل له إيه؟ فاكر النيكل المجزأ كان بيحول هدراج، كان بيستخدم ان هو كعامل حفاز في هدرجة الزيوت. يبقى الهدرجة بستخدمها علشان احول الزيوت لايه يا معلم؟ لدهون. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. انت كان عندك النيكل مجزأ يستخدم كعامل حفاز في هدرجة الزيوت، يبقى انا بعمل للزيوت هدرجة علشان احولها لدهون. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلى على النبي. فلز انتقالي عاكس جيد للأشعة تحت الحمراء ومقاوم للتآكل وغير سام، لذلك هيرتبط بالعظام جيدا. انت كان عندك ايه اللي كان بيستخدم في صناعة المفاصل؟ كان عندك عنصر التيتانيوم. فعنصر التيتانيوم تبقى الإجابة د. صليت بنا على النبي. الإجابة د لأن العنصر التيتانيوم بيستخدم في صناعة المفاصل الصناعية. ليه يا معلم؟ لأن هو غير سام والجسم لا يلفظه، يعني الجسم مش هينطره بره ايه؟ بره الجسم عموما. يعني صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التركيب الالكتروني لعنصر الزئبق اتش جي 80. اتش جي 80 كان بيقع في السلسله الانتقاليه الثالثه. طيب انا ما اعرفش انه الثالثه، فانا هفتح الجدول الدوري. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا كنت عارف ان 4 اس الاولى يبقى السلسله الانتقاليه الاولى بتبدا 4 اس. طيب 5 اس الثانيه تبقى 6 اس التالتة. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. 6 اس التالتة، وانت عارف ان الدي اصغر من الاس بواحد، فتبقى ايه؟ 5 دي. دور عليها في الاختيارات بقى يا معلم. فتبقى الاجابة، دور بقى على اخرها 6 اس شايلة 2 وال5 دي تبقى ممتلئة ب10، تلاقيها الاولى. صليت بنا على النبي. طيب نرجع لسؤال 17 عشان نسيته. توجد بكل معاهد ومستشفيات علاج الأورام السرطانية أجهزة تعرف باسم. انت عارف ان الكوبالت ليه 12 نظير مشع، صح؟ اهمهم بقى ايه؟ الكوبالت 60. كوبالت 60 صح؟ كوبالت كام؟ كوبالت 60. طيب الكوبالت 60 ده كان عنده بيطلع منه او بيصدر منه اشعة جاما. اشعة جاما دي كنت بتستخدمها في ايه؟ عمليات حفظ المواد الغذائية والكشف عن الاورام الخبيثة وعلاجها. تبقى الاجابة الف. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجهزة الكوبالت ليه 12 نظير مشع. الكوبالت عموما ليه 12 ايه؟ نظير مشع. طيب
اهمهم الكوبالت 60. الكوبالت 60 ده بيطلع منه اشعه جاما. اشعه جاما بستخدمها في الكشف عن الاورام الخبيثه، لذلك ان هي موجوده في كل مستشفى. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب إذا كان هناك عنصر يستخدم في صناعة المغناطيسيات بالإضافة لعنصري الكوبالت، فإن هذا العنصر قد يكون. والله المفروض السؤال ده أنت متغلطش فيه. يعني أنا قلت لك إن الحديد والكوبالت والنيكل ليهم نفس الاستخدامات ونفس الخواص، فالتلاتة في مجموعة واحدة يا اسطى. جايب لك الحديد والكوبالت، يبقى ناقص لك ايه؟ النيكل. صح. صح. التيتانيوم لا، الكروم لا، الفانديوم لا برضه، فتبقى الإجابة ب. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كده خلصنا الامتحان. حضرتك هتجيب كشكول وتكتب فيه كل الأسئلة اللي انت غلطت فيها، وتبدأ ان انت تراجعها تاني. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا هشوف الكشكول ده منك في السنتر، وهسألك في الأسئلة دي تاني. طب هشوفك راجعتها ولا لا. ولما اجي احط امتحان الشامل، حضرتك هتصور لي الأسئلة اللي انت غلطت فيها، تبعتها لي واجيبها لك تاني في الامتحان الشامل بتاعنا.